لماذا يبصق اللاعبون الماء ولا يشربونه؟ حتى اللاعبات يشاركن الرجال نفس العادة، ولكن لماذا؟ خلال مباريات كرة القدم يقوم اللاعبون برشف القليل من الماء ثم بصقه بدلا من ابتلاعه. ميسي أيضا يقوم بنفس الحركة، وكذلك كريستيانو يشاركه في الأمر، بل حتى نيمار ومعظم اللاعبين تقريبا. جميعنا شاهدنا اللاعب الذي يطلب من زملائه قنينة ماء، وربما لاحظتم أنه لا يشربه. لكن لماذا؟ فهل هناك سر يخفونه عنا؟ وماذا تعني تلك الحركة؟ وهل يوجد تفسير علمي لهذا التصرف؟ فالسر الحقيقي الذي يجهله الكثيرون هو أن اللاعبين يقومون بهذا الفعل تحت مسمى مضمضة الكربوهيدرات، وهذا السائل ليس ماء، بل هو عبارة عن محلول خاص، إلا أن الدراسات أظهرت أن ذلك مفيد جدا للاعبين، حيث يعمل على تعزيز أدائهم في النشاطات ذات الجهد العالي، ويساعد على الحفاظ على توازن السوائل خلال المباراة والشعور بالانتعاش والنشاط.